السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد. نتمنى يتقبل الله منا ومنكم الصلاة والقيام. اليوم جيت نشارك معكم السيجار بالجبن بجوج منسمات، سهل وسريع وبمكونات كاينه في البيت، يعني ما غتكلفكمش. احنا دابا مع الوصفات السهله السريعه الغير مكلفه. غنحتاجوا الجبن، يعني الجبن اختاروا اللي بغيتو. المهم غنسمو واحد بالمعدنوس، شويه د البزار، بودره الثومه المنسمه كتباع عند محل ديال بيع الحلويات، كتعطي واحد النكهه رائعه. غنحتاجو 3 ديال جبن مربع، شويه ديال الملحه، ما نكثروش الملحه لان الفرماج ديجا راه مالح. صراحه هاد المملحات كيجيو رائعين، حتى بالنسبه للوليدات كيحماقوا عليهم. بالنسبه للجبن الحشوه الثانيه اللي هي كذلك بالجبن، غنسموها بالزعتر. المذاق ديال الزعتر كيجي غسال رائع. يكون عندنا ديجا الزعتر منقي وسخون شويه. كذلك غنزيدوا واحد 3 ديال المربعات ديال الفرماج. كيجي المذاق رائع وسهله في التحضير، يعني ما غتشدش لكم الوقت، وبالمقادير متوفره في البيت وغير مكلفه. المهم غنوضعوا الفرماج في الجبن وغنخلطوا الخليط مزيان حتى يندمجوا المكونات مع بعضهم. كما كتشوفوا معايا، ها هي الحشوه ديال جبن بالثوم وجبن بالزعتر. غناخذوا ورقه كبيره كما كنقول لكم، وغنقسموها على جوج، ومن بعد نقسموها على على 4 يعني صافي. ونشكلوا على شكل مثلث وندهنوها بالزيت من الجوانب بجوج، والجهه الحرشه هي اللي كتكون الاولى صافي، ونلويو على شكل لينيم او سيجار. انا راني ما قليتهمش لان وضعتهم في المجمد، ولكني راه كيجيو رائعين. جربوهم وردوا عليا الخبار. وصلنا للنهايه ديال الوصفه ديالنا، خفيفه ظريفه، نتمنى تعجبكم. شكرا للمتابعه، شكرا لتعاليقكم المشجعه دائما اللي كتحفزني انني نجيب الجديد. وانا معكم في هذا الشهر المبارك نجيب وصفات سهله في المتناول ديال الجميع وغير مكلفه. تحياتي لكم ورمضان مبارك سعيد. الى وصفه اخرى باذن الله. تحياتي عالم حنان.